السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين يوميات محمد طلبة الأهلاوي. امبارح كان الأهلي بيلعب مع بيراميدز في الدوري الممتاز. طبعا احنا كان فاضلنا 3 ماتشات الأسبوع اللي فات. لعبنا ماتش وحرس واحتفلنا بيه بالدوري طبعا زي ما احنا قلنا. وامبارح كان ماتش بيراميدز، فاضلنا ماتش مع المصري. هنخش على طول كده في التشكيل عشان ما نبقاش يعني احنا عندنا نقط كتير قوي مهمة في الماتش ده. التشكيل كان الشناوي، خالد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، الدبسي، مروان، فخري، قفشه، طاهر، كريستو، شريف. طبعا تشكيله يعني كولر بيعمل روتيشن كده، يعني لعيبه قديمه مع لعيبه جديده، لعيبه قديمه مع لعيبه جديده. الدنيا عشان تمشي، يعني عشان يبتدي يظبط الدنيا. طيب، ايه اللي حصل امبارح؟ اللعيبه مش قادره، اللعيبه مش قادره تعمل، مش قادره تجري مجهود. الكلام ده كله، كل الكلام اللي احنا بنقوله ده تمام، مفيش اي مشكله. كولر معلوش لوم. الهجوم اللي انا شايفه ان الناس بتهاجمه الكولر كتير قوي. الراجل كان كسبان الماتشات اللي فاتت دي كلها وراجل واخد 5 بطولات لحد النهارده وما سابش ولا بطوله وراجل زي الفل. وقع ماتش. وبعدين اللعيبه عاوزه تريح، وده اللي هتعرفوه في التصريحات بتاعت كولر. طبعا الماتش ابتدى بيراميدز كان فايق قوي. بيراميدز لعب صح، لعب على الهجمات المرتده. اول كرة تيجي محمد منعم يحطها، جاي يطلعها، راحت جايه داخله. آه، حاجات كتير قوي. الشناوي ما تعرفش الشناوي في ايه. برضك بيفكر في الاحتراف، جاي له عرض من السعوديه ب8 مليون دولار. ما تعرفش بيفكر يروح ولا ما يروحش، بيفكر يقعد ولا ما يقعدش، بيفكر. مش عارف، يعني انت مش عارف. اللعيبه كلها الاجهاد، مش عارف، كل الكلام ده كله. فكولر كان حابب يعمل روتيشن كده ان اللعيبه يعني لعيبه قديمه مع لعيبه جديده والدنيا تمشي. ما جاتش، او معنى صح اللعيبه مجهده. وده اللي هنعرفه. طبعا حصل حاجه امبارح في الماتش غريبه قوي. الشد الجامد، قله الادب اللي كانت موجوده. انا بلومش حد، وحسين الشحات انا ما بلوموش، مش ما بلوموش، انا بقول يتعاقب. حسين الشحات لازم يتعاقب، ويتعاقب عقاب كبير. ازاي انت راجل بتصلي وعلامة الصلاة في وشك يا حسين يا شحات، وراجل معروف باحترامك ومعروف ان انت في النادي الاهلي، ده كهربا اللي احنا بنقول عليه قليل ادب وي وفي كهربا. انا افتكر له لقاء من اللقاءات، مذيعة بتتكلم معاه، فواحد من الجمهور بيكلمه فقال له انا لو ما كنتش لابس تيشيرت النادي الاهلي كنت رديت عليك. انت حسين الشحات انت فين من الكلام ده؟ اللعيب استفزك، ما تسبش الدين. انت راجل علامة الصلاة في وشك بسم الله ما شاء الله يعني. انت ما ايه اللي يخليك تسب الدين، وايه اللي يخليك تشتم، وايه اللي يخليك تنفعل، وايه اللي يخليك ليه؟ ليه تطلع بالصورة الوحشة دي؟ وليه تطلع تخلي الناس كلها عمالة تقطع في فروتك من امبارح؟ السوشيال ميديا كلها شغالة عليها، رغم ان احنا في صورة هوريها لكم. الصورة اللي هي بتاعت حسين الشحات وهو راح يصالح الورد، هو راح يصالح محمد الشيبي، راح يصالح. اللقطة التانية برضك أحمد فتحي مع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم ده انت تقول له يا كابتن. احمد فتحي سيبك من الاختلاف اللي هو مشي من الاهلي عشان الفلوس والكلام ده كله، بس احمد فتحي حاجه كبيره. احمد فتحي من اللعيبه الكبار، ان انت المفروض تقول له يا كابتن احمد. انت 39 سنه جنب 25 سنه، فما ولا 26 سنه، ففي فرق كبير قوي بينك وبينه في السن وفي العمر. الحاجات دي يا جماعه عيب قوي، عيب قوي، عيب. واحمد فتحي عنده واحده برضك اللي هو لما يعني احمد فتحي داخل بيزق الحكم بايده. طب ليه؟ طب ليه؟ ده احنا بنقول، ده انا بتكلم اللعيبه بقول لهم انت راجل كبير، كبير كاحترام وتقدير. فحاجات امبارح حصلت كتير قوي، وحاجات ما تحصلش وما ينفعش وفي شد والكلام ده كله. وانا واحد من الناس هقول لكم على حاجه.
هو احنا كويس ان احنا اتغلبنا الماتش ده عشان نفوق، عشان نفوق من الاستهتار، واللي احنا خلاص بقينا ابطال افريقيا، واحنا دايما لازم نبقى على طول ابطال افريقيا، لازم نبقى دايما على طول بنكسب، لازم نبقى دايما احنا اسياد القاره زي ما بيقولوا. ما ينفعش نتغلب ماتش زي ده، ومش مش ما ينفعش نتغلب، ما ينفعش نتغلب اساسا، ما ينفعش ان احنا نتغلب بالمنظر ده. 3-0. هي امبارح مش ما كانش يومنا، ما كانش اليوم بتاعنا اساسا، بس مش كده وما نطلعش بقلة الادب دي. حسين الشحات يتعاقب عقاب شديد. وانا طبعا امبارح سمعت ان اداره الاهلي او سيد عبد الحفيظ طلع صرح ان هو في عقاب لحسين الشحات. كولر وجد كولر واللي عمله امبارح. طبعا كولر بعد ما خلص الماتش على طول، اول تصريح لكولر امبارح كان اول حاجه قالها او عملها: جميع اللعيبه بالجهاز الفني بالجهاز الاداري بالجهاز الفني قصدي باللعيبه على استاد التتش. ليه يا عم كولر؟ قال لك عاوز اجتمع بيكم. طب ما احنا ممكن تجتمع بينا هنا في اوضه اللبس هنا في استاد الدفاع الجوي. قال لك لا، في التتش. ده يا جماعه انا بسميه تقدير، بيقدر اللعيبه. يعني هو كده قدرهم. ايه قدرهم؟ ان هو يعني ايه، انا مش هخليك بقى، انت مش انت عكننت على الجماهير و واتغلبت وكده وعادي بالنسبه لك والدنيا حلوه وعاملين مشاكل وشتيمه وسب اديان وقله ادب وبتاع والكلام ده كله. انا هقدركم كله على استاد التتش، استنوا او انا جاي معاكم كلنا على الاتوبيس. راح طبعا قعد معاهم ساعه، نص ساعه، ايا كان الوقت اللي قعدوا معرفوش عشان ما اكونش برضك بفتي، بس اكيد قدام دش سخن يعني، اكيد واخدين دش سخن. ده كان اول قرار من كولر. الحاجه التانية، كولر بيقول لك يعني سبب في المؤتمر الصحفي اللي بعد الماتش بيقول لك ايه؟ سبب المؤتمر اللي هو عمله ان هو عاوز يشوف اللعيبه اللي هي الجديد، اللعيبه الجديده اللي هي زي ايه، زي الدبسي وفخري وكريستو والناس دي اللي نزلهم امبارح، وخالد، لما يلعبوا قصاد فرق تقيله في الدوري هيبقوا عاملين ازاي؟ ما هو انت لما تلعب قصاد فرقه تقيله زي بيراميدز وبحجم بيراميدز، فرقه حلوه، فرقه فيها مين؟ فيها ناس برضك عتاوله زي ما بيقولوا، مصطفى محمد ومش عارف ومين، ففرقه كويسه يعني مش وحشه. فانت بيقول لك انا بقى كنت عاوز اشوف اللعيبه اللي هي اللي قاعده على الدكه دي الجديده عندي، لما تنزل تلعب في مطوشه تقيله زي دي هيبقى موضوعها ايه، عشان ابقى عارف. ده كان غرض الراجل يعني. الحاجه التانية اللي علق عليها كولر، بيقول لك بيراميدز احتفال كبير بعد الماتش. الراجل بيستغرب، يعني انتوا احتفلتوا؟ ماشي، احتفلتوا، انتوا غلبتوني 3. ما انا اقول لك حاجه يا عم كولر، يعني انا عارف انت مش هتسمعني، بس هم غلبوا الاهلي، هو مش اي نتيجه، ده 3-0. هم انت فرق بينك وبينهم 9 نقط، بس هم غلبوا الاهلي 3-0، تمام، وهم تاني الدوري، فرق بينك وبينهم 9 نقط. فهو الراجل بيقول لك يعني انا مش عارف، احتفلوا بالفوز جامد قوي وكانوا مبسوطين وكانهم خدوا مننا بطوله ولا حاجه، هم ما خدوش مننا ولا بطوله. فهو كده. فالحاجات التانية اللي اتكلم فيها كولر برضك، قال لك احنا خلصنا كل البطولات اللي في الاهلي، والدوري كمان خلصناه، والمنافس اللي احنا بننافسه فرق بيننا وبينه 9 نقط. ف حقك تقول كده، وهم حقهم برضك يفرحوا بالفوز، يعني هم حقهم يفرحوا بالفوز، وانت حقك ان انت تقول كده، مفيش مشكله. بس انت فرقتك غلطانه، فرقتك بيتدلعوا، اللعيبه لا مبالاه. الشناوي امبارح مش عارف في ايه عنده، عبد المنعم، طاهر، احمد عبد القادر امبارح صحيح، معلش انا نسيت، احمد عبد القادر جنني امبارح. ايه ده؟ بيعمل كل حاجه في الكوره والفينش مفيش. طب ادي اللي جنبك، طب ادي اللي شريف، طب ادي اللي ديانج، طب ادي قفشه، طب ادي اي نسيبه، ادي اي حد، تعمل كل حاجه في الكوره وشكرا. ايه ده؟ ليه؟ الحاجه الاخيره اللي اتكلم فيها واخر حاجه اتكلم فيها كولر قالها،
قال لك مفيش فرقة في مصر والقارة الأفريقية كلها لعبت عدد المباريات اللي الأهلي لعبها. دي حقيقة، دي حقيقة، بس مش بنبرر، برضك ما بنبررش، لأن المفروض يا عم كولر إن أنت معاك فرقتين، فرقة بتلعب وفرقة دكة، وده اللي أنت المفروض كنت بتحضر فيه أو شغال عليه. مش هنقوله اللي أنت خلاص حضرته ولسه بتحضر فيه. أنت عندك فرقة بتلعب في الملعب وزيهم 11 لعيب قاعدين على الدكة، وزيهم قاعدين تانيين أو نصهم قاعدين تانيين زي جاهزين. فقال لك مفيش فرقة في مصر لعبت المباريات اللي الأهلي لعبها. أنا بصراحة مش شايف في أي من المسؤولين بتوع اتحاد الكورة إن هم بيقفوا جنب النادي الأهلي ولا الكلام ده كله، لأ. هو بيقول لك أنا شايف إيه؟ بيقولوا لك أنا اللعيب مش قادر يبص على الكورة، اللعيب مش قادر يشيل رجله من على الأرض، اللعيب مش قادر يجري، اللعيب جسمه كله بيقول لك ارحموني، أنا تعبان، أنا محتاج أجازة، أنا محتاج راحة. فيا عم كل الكلام اللي انت تقوله ده مفيش اي مشكله فيه، احنا عارفينه، بس انت المفروض ان انت معاك مؤهل، حد بيأهل بدنيا ونفسيا وجسمانيا اللعيبه دي، وانت المفروض بدل اللعيبه عندك في المركز الواحد واحد واثنين وثلاثه، وان شاء الله مفيش اي مشكله. هو الحاجه اللي زعلتنا ان هو احنا كنا عاوزين دوري بلا هزيمه، احنا كشعب الاهلي او جمهور الاهلي، او انا واحد من الناس كنت اتمنى الاهلي يطلع الدوري ده دوري بلا هزيمه. فامبارح بيراميدز فرحته ان هو كسر القاعده دي. خد بالك ان بيراميدز مش فرحان بالمكسب بس، ده بيراميدز كسر قاعده اللي انت دوري بلا هزيمه. انا مسمي ان احنا امبارح بنزين خلص زي ما بيقولوا. فلو الفيديو عجبك او ليك اي كومنت او اي تعليق، يا ريت تحط لايك، تفعل زر الجرس، وتكتب لي في الكومنتات لو في اي حاجه عاوز نتكلم فيها. ان شاء الله في فيديوهات كتير زي ما قلت لكم، بس انا بحاول اتكلم اول باول. في النهارده هينزل فيديو عن كهربا، لان في موضوع عند كهربا كبير قوي هنتكلم فيه، فانتظروني. يا ريت تحطوا لايك، تفعلوا زر الجرس، تعملوا سبسكرايب للقناه. انا معاكم، وان شاء الله دعموني عشان افضل معاكم على طول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.